ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه. جايبه لكم النهارده طريقه عمل محشي الكرنب. اول حاجه في محشي الكرنب طبعا احنا بنسلقه وبعد كده بنقطعه. فاحنا هنعمل دلوقتي الخلطه بتاعته. حطينا سمنه، واول ما قدحت وحطينا سمنه على زيت، واول ما قدحوا مع بعض نزلنا بالبصل المتقطع، وبعد كده هنفضل نقلب فيه لغايه البصله ما لونها بس ايه، ما تحمرش بقى، لا، يدوبك كده تصفر بس. بعد كده هننزل بالطماطم، اول ما لونها بس ياخد اللون الاصفر هننزل بالطماطم. وبعد كده هنحط الملح والتوابل، فلفل، كمون، كده يعني، وملح. اول الطماطم ما تتسبك هننزل بالرز، يكون مغسول قبلها ومصفيينه، ونيجي نازلين بالرز على التسبيكه. بعد كده هنحط الخضار، شبت وبقدونس، كزبره خضراء، ونقلبها مع الرز. هوريكم بقى طريقة لفي في ورق المحشي. انا بجيب كل ورقتين مع بعض كده والفهم، ابرمهم مع بعض واجي مقطعاهم بالايه، القطعيه اللي احنا عايزينها يعني، الحجم اللي احنا عايزينه. احنا هنحط ورق الاول كده في قعر الحله، وبعد كده هنلف ورقتين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هناخد ورقتين نلفهم مع بعض اهو في قلب بعض كده، ونبتدي نبرمهم مع بعض كده. وطبعا الطروف اللي هي العروق دي مش بتتعمل، بنقصها بنرميها. معلش اعذروني صوتي تعبان لان عندي برد واحتقان فصوتي رايح. بنقطعها كده الحجم اللي احنا عايزينه. فيها اخواتنا وحبايبنا الخلايجة، مع في بنوتة حلوة كده قناتها جميلة ومحتواها رائع بصراحة، جيتها تحفة. فقالت انا هقلد محشي المصريين، فعملت محشي المصريين. بس ما شاء الله عليها، هي عملت الخلطة حلوة وكل حاجة، بس اخدت الورق، عملت الورقة طول دراعي، يعني الصبع الواحد ياكله ازاي؟ معلش يعني. كل ما بقى الصبع شوية صغير احسن، بالذات لما يبقى عندك ضيوف، يعني صغري شوية صبع المحشي يبقى شكله حلو على السفرة. مش تعملي صبع قد كده كبير يبقى شكله مش حلو. حتى الصبع الصغير يتاكل مرة، لكن الكبير ده يتاكل ازاي؟ يتاكل على مرتين. احنا كده فاهماني؟ زودنا فكل ما شوربة، هو بقى قلقنا على المحشي على الصبع النار. الصغير في المحشي بيبقى احلى وشكله احلى على السفرة. احنا كده زودنا الشوربة اللي عندنا، زودناها على المحشي وعلقناها على النار، وده المحشي دلوقتي جاهز.